إلى الشأن الفلاحي، حيث دخلت الوحدة الجديدة لتخزين الحبوب ببلدية متوسة في ولاية خنشلة حيز الخدمة بطاقة استيعاب تقدر ب50,000 قنطار. هيكل جديد من شأنه أن ينهي معاناة فلاحي هذه المنطقة مع مشقة نقل محاصيلهم إلى مخازن بعيدة بعضها خارج الولاية. التغطية لإمام طرق. تشاهدون اليوم ببلدية متوسة تم تدعيمها بوحدة تخزين كمركز جواري للفلاحين المنطقة بدفع المنتوج نتاعهم بكل أريحية وفي ظروف تخزين ملائمة. توقعات الولاية هي 1,225,000 قنطار، ولحد اليوم تم جمع أكثر من 410,000 قنطار من المنطقة الجنوبية، والعملية راهي متواصلة وإن شاء الله. بلدية متوسة كان عندها نقطة تخزين الحبوب، هذا اللي نقص من المعاناة نتاع الفلاحين بالتنقل لمدينة الرميلة ومدينة بغاي والحامة وعين طويلة ودائرة عين فكرين المجاورة لعم البواقي. إن شاء الله المخزون هذا نتاع الفلاحين ما يلقاوش معاناة، سواء في دفع المخزونات نتاعهم وفي تحصيل الفواتير نتاع الأموال نتاعهم، تكون خاطرش ما يكونش فيه اكتظاظ بزاف على نقطة التخزين إن شاء الله. رئيس الجمهورية وولي الولاية في فتح مخازن الحبوب بطاقة استيعاب كبيرة، يعني بارك الله فيهم على هذه المجهودات في وقت قياسي وجيز. فلاح كي يكون عنده الدعم ويكون عنده العناية من طرف السلطات الولائي، يكون يعري على ساعده ويخدم على روحه.